يا مساء الفل، تعالوا مع بعض نعمل حاجة سريعة. عندنا بطاطس هنسلقها. واحط لها شوية ملح ونسيبها لغاية لما تتسلق تماما تبقى طرية خالص، وصفيتها وحطيتها في طبق زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ اهرسها بشوكة او لو عندكم هرسة البطاطس. بصوا لما بتتقطع مكعبات وبتاخدها يعني تاخد وقت كويس قوي في السلق، بتبقى بصراحة جميلة قوي في الهرس، ما بيبقاش فيها اي تكتلات نهائي. فاحنا عايزينها تبقى كده سهلة قوي، ادوس عليها الاقيها بتتهرس معايا بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت كل الكمية. نبدأ بقى نحط عليها شوية ملح، طبعا نراعي ان احنا كنا حاطين ملح في السلق. وكمان هضيف عليها فلفل اسود حسب ما تحبوا، طبعا عايزين تكتروا براحتكم. وهحط رشة بسيطة قوي من الزعتر، لو عايزين ما تحطوش نقدر نستغنى عن الخطوة دي خالص، مفيش اي مشكلة. وهميكس بقى البطاطس كويس قوي مع خليط التوابل ده. اعتقد ان هي مش محتاجة حاجة تاني، يعني بلاش نزود بهارات عشان طعمها ما يغيرش. هي كده ملح وفلفل ورشة زعتر لو حابين. اخر حاجة هضيفها ان انا هحط معلقة كبيرة من اللبن وهقلبها. هلاقيها بقى طريت معايا ونعمت، بس افضل اقلب فيها لغاية لما اللبن يختفي تماما ويشرب، والبطاطس تشرب كل اللبن اللي موجود. وهي معلقة واحدة بس كبيرة، ما نكترش عن كده. بصوا طرية ازاي جميلة بصراحة. خلاص هي مفرودة كويس قوي. بصوا بقى هنعمل ايه. هبدأ ان انا اخد شوية صغيرين وانا ايدي عملتها بشوية مية، وهبدأ ان انا اكورها كويس قوي لغاية لما الاقيها بقت معايا كورة. انتوا هتلاقوا ملمسها ناعم. بصوا ضغطت عليها كده وابدأ ان انا افردها علشان اعمل فيها زي حفرة عشان اقدر ان انا احشيها. هتلاقوها بتتفرد معاكم بكل سهولة كأنك ماسكة حتة عجين. فبصراحة الطريقة دي انا كنت جربت كذا طريقة قبل كده، بس دي احسن طريقة بصراحة. انا هنا عندي بقى عصاج، دايما انا بجهزه بشيله عندي في الفريزر. اي حاجة من الحاجات دي اطلعها تبقى جاهزة على طول. حطها كده وابدأ ان انا اقفلها كويس قوي وهكورها تاني كويس لغاية لما تاخد معايا شكل الكورة. وهبدأ ان انا اضغط عليها شوية زي ما انتوا هتشوفوا شكلها يبقى عامل ازاي. بعد ما بكورها بضغط ضغطة بسيطة قوي كده تمام. واساوي طبعا الجوانب بتاعتها بحيث ان هي تبقى مدورة شكلها يبقى كويس. وهبدأ اعمل واحدة كمان، نعمل واحدة كمان مع بعض. بصوا يا جماعة سهلة قوي، وكمان ايدك لما تكون مندية مية هتسهل عليكي في التشكيل. نقدر بقى نعمل منها كمية ونشيلها في الفريزر، ووقت ما نحب نطلعها. يعني بصراحة بتنجز وجميلة قوي، تنفع في العزومات كمان، بيبقى شكلها حلو وشيك. بصوا يعني مش هتتعبكم نهائي خالص في الحشو. نحط بقى، ممكن نحط لحمة مفرومة زي ما انا عاملة، ممكن نحط جبن، ممكن نحط جبنة موتزاريلا او جبنة شيدر زي ما انتوا حابين. ممكن نحط كمان خضار، يعني نحط فلفل الوان، زيتون. ممكن نحط فراخ مثلا حتت صغيرة خالص، يعني نقدر ننوع في الحشوات حسب المتاح عندنا. بس هي بصراحة بتبقى احلى حاجة الجبنة او اللحمة المفرومة. برضو هضغط عليها كده بالراحة واسوي شكلها عشان يبقى الشكل بتاعها لذيذ، وتبقى كلها حجم واحد على قد ما نقدر. جبت بقى بيض وحطيت عليه طبعا رشة ملح ورشة فلفل اسود وشوية مية علشان اقلل شوية من اللزوجة بتاعته. بصراحة المية بتفرق كتير قوي وجربوه. وجبت طبق تاني حضرت فيه بقسماط، وبرضو هبهره بملح وفلفل اسود. وطبعا البقسماط دوت انا ضايفاله معلقة دقيق عشان لونه يفتح شوية، مش عايزاه يبقى غامق.
وهبدأ ان انا اخد بقى الكور البطاطس بعد ما سبتها شوية. بصوا هتلاقوها ماسكة نفسها ومش مش هتفك خالص. يعني بصوا عاملة ازاي، انا كده ما دخلتهاش التلاجة، يعني هي كده زي ما انا كنت شغالة فيها بالظبط، بس سبتها ارتاحت شوية. هحطها في البيض واقلبها على الوشين كده. تمام، انا بقلب بشوكة بلاستيك هنا علشان احافظ على شكل البطاطس ما تتبهدلش مني. مش عايزة الشوكة الستانلس تسيب اثر فيها. هاخدها بقى من البيض على البقسماط على طول. اللي انا بعمله هنا انا مش بضغط نهائي، انا مجرد ان انا بحط البقسماط عليها ويدوبك امسحه كده زي ما انتم شايفين، وابدا ان انا اوقفها كده بقى على جنابها وافضل الفها فيها بالراحة شوية من غير اي ضغط علشان شكلها ما يتغيرش. يعني الخطوة دي نعملها بكل هدوء كده بتلاقوها تمام، خلصت معاكي بسرعة وما خدتش حاجة. بس زي ما انتوا شايفين كده لذيذة قوي. احنا بقى نقدر نشيلها في الفريزر بعد الخطوة دي على طول. يعني نحطها مثلا في اطباق، وما بين كل طبقة والتانية نحط كيس بلاستيك، ممكن في علبة، في اطباق، زي ما انتوا تحبوا، وتشيلوها في الفريزر وتطلع على القلي. بصوا يعني شكلها جميل قوي. خلص بقى كل الكمية اللي عندي، وبعد كده هدخلها الفريزر نص ساعة، وبعد كده للتلاجة، ومن التلاجة على القلي على طول. الزيت ده زيت سخن جدا، بتطلع من التلاجة وهي ساقعة كويس، واروح منزلاها في زيت سخن علشان ما تفكش منك خالص وتحتفظ بشكلها. وعلى نار عالية طبعا، ما بهديش النار خالص، هي مستوية كل حاجة، انا بس عايزة تاخد لون ذهبي من بره. بصوا زي ما انتم شايفين بقى لذيذة. بصوا بقى بتحتفظ بشكلها ازاي، ما بتفكش، ما بتتفتحش منك، فلذيذة قوي. يا ريت تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، وكمان اشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل جديد. انا اسمي غادة، اتمنى ان فيديوهاتي تعجبكم. شكرا قوي ليكم.